ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. الفيديو النهارده بتاع تحضيرات لرمضان. كل سنه وانتي طيبه. شويه تحضيرات هتاخد منك ساعه او ساعه ونص، بس هتريحك كتير في اليوم بتاع رمضان. طبعا اليوم بيبقى قصير خصوصا لو انتي بتشتغلي. اول حاجه هنعملها الليمون بالعصفر وحبه البركه. الليمون بتاعنا طبعا غسلناه الاول، وبعدين هتفتحيه فتحتين كده عكس بعض من فوق بنفس الشكل ده، علشان نحط فيه طبعا الحشوه بتاعتنا عباره عن كده. الفتحة شكلها كده اهي. الحشوة عبارة عن كوباية عصفر، 4 معالق حبة البركة، معلقة شطة. لو تحبي تزودي حبة البركة عن كده مفيش مشكلة. اخلطيهم بقى ببعض كويس. وبعدين البرطمان بتاعي أنا عقمته من جوه كده بفوطة مطبخ فيها خل. هنفتح بقى الليمون من فوق كده ونحشيه بالخلطة بتاعتنا. هنحط الليمون في البرطمان الأول وبعد كده نحط عليه المية. ما تحطيش المية الأول وبعدين الليمون. عملت بقى الكمية كلها الأول كده بنفس الطريقة، وبعدين مليت البرطمان. بعد كده المية اللي هحطها غليتها الأول وسبتها تبرد خالص. حطيت عليها 4 معالق ملح، معلقة شطة. الفلفل حطيته سليم كده يدي نكهة وريحة حلوة. حطيت بقى مع ال4 معالق ملح، معلقة شطة، ونص كوباية عصير ليمون. وهنحط بقى لحد البرطمان ما يتملي لفوق خالص بالشكل ده. الليمون بقى اللي عصرته هاخد القشر بتاعه وهقفل بيه البرطمان من فوق كده. اضغطي من تحت، اضغطي لتحت كده واقفلي بيه البرطمان وحبة زيت. واقفلي بقى البرطمان بغطا محكم قوي. انا حطيت كيس بلاستيك كده الاول وقصيته كده علشان شكله يبقى حلو كده. خلاص. بالنسبة بقى للمخلل التاني اللي هو المشكل الخضار بقى، القرنبيط قطعت الوردات بتاعته، حطيته في مية مغلية وغطيته وسبته 10 دقايق. فلفل احمر وتوم، توم كتير، وهنضربه في الخلاط مع بعض. قشر برتقان او قشر يوسفي، كمون وكزبره وشطه، كل حاجه معلقه. 3 معالق ملح والخضار بتاعنا. الجزر قشرته، واللفت برضو قشرته من فوق كده، والفلفل خليته سليم زي ما هو، والخيار خليته بقشره طبعا. الخيار طبعا لانه بيستوي بسرعه فقطعته ترنشات عريضه شويه، لكن بالنسبه للجزر لا، مش عريضه قوي، المقاس اللي احنا متعودين نشوفه. واللفت كذلك. هو الخيار بس علشان بيستوي بسرعة قوي. وطلعت بقى القرنبيط من المية السخنة اللي كان فيها، وبرضو عملت البرطمان بنفس الطريقة بفوطة فيها خل. وحطيت بقى الخضار بتاعي كله، وحطيت الفلفل على الجناب كده، والفلفل طبعا سليم. والمية اللي هنحطها بنفس الطريقة برضو أنا غلياها وبعدين سبتها لما تبرد خالص. هحط عليها 3 معالق ملح، وهحط لها معلقة على الوش بقى كده حطيت القشر بتاع اليوسفي أو برتقان اللي موجود عندك. هنحط بقى 3 معالق الملح ومعلقة الشطة والكزبرة والكمون على المية. وحطيت الهريسة بقى اللي ضربتها في الخلاط دي، اللي هي الفلفل الأحمر مع الثوم، حطيتها، ونص كوباية خل أبيض. وهننزل بقى المية دي على البرطمان كده لحد البرطمان ما يتملي بالشكل ده ونقفله. أنا فتحته بعد 20 يوم، مش قادرة أقولك طعمه جميل إزاي وريحته تحفة، حاجة غير بتاع بره خالص. انتي لو دقتيه بالشكل ده مش هتشتريه من بره تاني أبدا. شايفة شكله؟ طعمه لذيذ جدا، ملحه مظبوط وحلو قوي. الفاصوليا الخضراء قطعنا طبعا الجزء اللي فوق كده والجزء اللي تحت بنفس الطريقة، طريقة بسيطة خالص خالص. وتقطعي الفاصوليا كده وهنحطها على النار، مش هتاخد 5 دقايق. أول ما تغلي بس هننزلها نصفيها من المية السخنة ونحطها في مية باردة ونسيبها بقى لما تبرد خالص. بعد كده نحطها في الأكياس. بالنسبة للقرنبيط، أنا برضو بعد ما قطعته حطيته في مية على النار بمعلقة كمون ومعلقة ملح، وتسيبيه أول ما يغلي هتنزليه، وبرضو بنفس الطريقة تصفيه وتحطيه في مية باردة. بالنسبة بقى طبعا البسلة والجزر، قطعنا الجزر صغير وغسلناهم ودول جاهزين للتخزين. القلقاس انا غسلته من بره كويس قوي ونشفته كويس، لانه طبعا القلقاس مش بيتغسل. وقطعته شرايح. بعد كده تقشريه وهو متقطع شرايح كده، يبقى تقشيره سهل جدا معاكي.
غير لما تقشري القلقاسة وهي سليمة على بعضها. والفوطة في ايدك طبعا، فوطة المطبخ في ايدك كده، تنشفي باستمرار. وتقطعي بقى بعد ما قطعناه شرايح كده، تقطعيه شرايح طولية وبعدين مكعبات صغيرة. بسيطة جدا. يا تحطي عليه ليمون دلوقتي، يا انا بفضل احط عليه ليمون لما بطلعه واعمله. فلفل الالوان بنحتاجه كتير. انا قطعته حسب احتياجي، انت قطعيه حسب برضو ما انت بتحتاجيه. شوفي بتحتاجيه اكتر ايه. يعني انا مثلا بحتاجه مثلثات كده، وبحتاجه مربعات صغيرة قوي، وبحتاجه شرايح طولية. فقطعت بنفس الطريقة اللي انا بحتاج لها. شوفي انت بتستخدميه اكتر في ايه وقطعيه بالطريقة اللي تحبيها. عملت بقى المثلثات اهي، وعملت المربعات الصغيرة. وكل كيس طبعا حطيت فيه الثلاث الوان مع بعض. وعملت شرايح بالطول كده رفيعة بالشكل ده. وطبعا الفلفل لما تطلعيه استخدميه وهو متلج على طول، ما تسيبوهوش لما يسيح. الكوسة للأسف بس ما صورتش وهي بتتقطع. أنا قطعتها وشوحتها، معلقة زيت على معلقة زبدة كده. وهتشيلي بقى الكوسة في علبة لأنها طبعا مش متماسكة. الفلفل أهو بدأت بقى أخزن كل إيه، وأقفل الكيس كويس كده وفرغيه من الهواء. وكل تقطيع مع بعضه في كيس واحد بالشكل ده. الكوسة بقى زي ما بقولك حطيتها في علبة لأنها طبعا مش متماسكة. لو اتحطت في كيس الحاجات اللي هتيجي فوقيها تضغط عليها فهتبقى تتهري يعني مننا. الفاصوليا حطيناها اهي في كيس، وتفرغي من الهوا كده وتقفلي برضو بنفس الشكل. وحطيت بقى فاصوليا مع جزر مع بسلة لشوربة الخضار. لما تيجي تطلعيها حطي عليها بقى البطاطس والكوسة فريش بالشكل ده اهو. البسلة والجزر طبعا برضو بتعملي الكمية اللي انت عارفة ان انت بتحتاجي لها. الجزر عملت منه كيس برضو لوحده، لأن أحيانا بنحتاج للجزر لوحده، فيبقى برضو موجود عندك. القلقاس برضو بنفس الطريقة في نفس الأكياس، وتفرغيها من الهواء وتقفليه كويس. والقرنبيط كذلك. هي يعني بقولك أخد ساعة أو ساعة ونص، هياخد ساعة أو ساعة ونص منك، بس هيريحك كتير. هيبقى عندك الخضار متفرزن. تبقى خصوصا لو بتشتغلي، يبقى حاجتك جاهزة في التلاجة على طول. وهعمل لك بقى فيديوهات تانية تحضيرات برضو لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. يعني نفكر بعض كده بالحاجات اللي ايه اللي ممكن نعملها تسهل لنا الشغل في رمضان. ولو عندكم حاجة عاوزين نقدمها لكم برضو اكتبيلي وانا اعملها لك. وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي. وباي باي.